شويه نتائج مش ايجابيه، ولكن انت ماشي كويس. انا يهمني ان انت تكون ماشي كويس وبتأدي ومؤثر مع فرقتك، وما شاء الله يا اما بتجيب هدف يا اما بتتسبب في هدف لفرقتك. والله طبعا الحمد لله يعني على يعني التألق اللي انا ماشي بيه ده الحمد لله يعني. بس فرقتنا مش عارف والله يا كابتن يعني في ايه مالهم الدور الثاني يعني بشوف حاجات غريبه في الماتش يعني. بقى لنا 5 ماتشات كل يعني اول 5 دقائق بيجي جون، اول 5 دقائق بيجي جون. فطبعا يعني بتاثر على اللعيبه كلها النفسيه طبعا يعني. اول 5 دقائق بيجي جون فدي بتبقى صعبه شويه. بس فانا الحمد لله يعني بقدر انا يعني اطلع نفسي من كل ده وبعمل اللي عليا في كل ماتش عشان ابان بصوره كويسه وربنا يكرمنا الحمد لله يعني. يعني موضوع عدم اختيارك للمنتخب زعلك يا كهربا، وهل كنت متوقع ان انت تنضم المنتخب ولا لا؟ كابتن بص، هو مفيش حد كابتن يعني ماشي بصوره كويسه وما يروحش المنتخب وما يزعلش اكيد طبعا يعني. انا زعلان بس طبعا ده يعني انا احترم قرار شوقي طبعا ان هو ان دي اختياراته الفنيه، فانا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده. وان شاء الله اكون يعني المعسكرات اللي جايه اكون موجود وربنا يكرم اللي جاي ان شاء الله. كان جالك استدعاء للمنتخب الاولمبي يا كهربا ولا لا؟ لا ما جاليش حاجه. ما جالكش استدعاء عشان الكابتن حسام البدري الفتره الحاليه بيشوف اللاعبين اللي هم داخل مصر، اللاعبين المحليين اللي بيلعبوا في الدوري المصري. ما انا بتابع كل حاجه يا كابتن. ما فيش ماتشات يعني دوليه للمنتخب الاولمبي عشان خاطر ان انا اجي. فكلها يعني كلها معسكرات ان هو يعني كابتن حسام بيشوف لعيبه جديده. اكيد طبعا لو في ماتشات طبعا دوليه اكيد انا اول واحد اكون موجود ان شاء الله يعني في امر الماتش الجاي بالنسبه لك ايه مع فريق لوزيرن في الدوري هناك؟ هنلاعب سيون ان شاء الله. تلعبوا سيون ان شاء الله. امتى؟ يوم السبت؟ يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد. وفرصتكم السنه دي انا شايف ان انتوا يعني في المركز الخامس بس مش بعيد يعني. انتوا بينكم وبين المركز الثاني فريق يانج بويز 4 نقاط بس. شايف فرصتكم ايه السنه دي في الدوري؟ والدوري ناقص له قد ايه في سويسرا؟ ان الدوري في سويسرا بتلعبوا 3 ادوار ويعني طريقته مختلفه عن بقيه الدول. هو كابتن هو النقط فرق النقط مش بعيد. هو احنا فاضل لنا 14 ماتش في الدوري. وطبعا عندنا يعني لسه بدري 14 ماتش لسه بدري. لسه بدري وعندنا قبل النهائي مع بازل ده في الكاس كاس سويسرا. فهم اللعيبه كلها مركزه في الماتش اللي هو بتاع قبل النهائي دوت. هم يعني ايه عايزين يكسبوا الكاس. فالدوري بقى انت عارف زي ما عندنا بقى بيقولوا يعني مش مهم، فهم بس اهم حاجه عندهم الكاس. بس برضه لو فضلتوا في المنافسه لغايه النهايه حاجه كويسه تاخدوا مثلا تاني تالت عشان تلعبوا في الشامبيونز ليج السنه الجايه. انا نفسي والله. انا حتى اول لما جيت لهم والله وبدانا الماتشات قلت لهم يعني انا نفسي ان احنا ناخد بطولتين الكاس والدوري. فهم بيركزوا على الكاس بس. قلت لهم لا احنا عندنا في مصر ما بنحبش نخسر. حتى هنا لما بنكون خسرانين او متعادلين بعد الماتش بطلع طبعا في الاوضه ما ببقاش شايف حاجه، ببقى متنفس. فهم على طول ببقى عارفين يعني بيكلموني معلش وعادي بتزعل اكتر منهم؟ ها والله بزعل اكتر منهم يا كابتن والله. بزعل جدا يعني عشان انا ما بحبش اخسر اصلا. ايوه. بتتصل بالنني في بازل بقى بعد ما محمد صلاح راح تشيلسي؟ اكيد يا كابتن والله يعني على طول هو بيكلمني على طول، انا بكلمه على طول، بنطمن على بعض. وحتى انا بجيب اجوان وبعمل حاجه كويسه بيكلمني يقول لي مبروك. مع بعضينا الحمد لله. النني ماشي كويس يا كهربا؟ لا طبعا ماشي كويس وبيلعب بشكل اساسي وماشي كويس يعني. طبعا بص يا كابتن اي لعيب بيلعب في الفريق في اوروبا باساسي بتبقى حاجه كويسه جدا. فهو الحمد لله ماشي كويس فربنا يكرمه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. جالك حاجه كده عروض ولا حاجه ولا لسه مع نهايه الموسم؟ لسه في الصيف ان شاء الله يا كابتن باذن الله. ان شاء الله. بقول لك التيشيرت الاصفر جامد قوي. انا ما كنتش شفت التيشيرت الاصفر ده يعني. انت جبت لي كحلي ناقص الاصفر بقى اللي هو بتاع القوي. وانت نازل الميديم يا نجم ما تنساش. ان شاء الله انا اول مره اشوف التيشيرت الاصفر في ماتش الساند جالين ما كنتش شفته فجامد. لا جميل جدا احسن من ايوه وانت نازل مصر نجم ما تنساش. هجيلك وواحد بقى لمصطفى نوير بقى كابتن. ماشي. واحد ليه بقى عشان حبيبي برضه. طبعا بشكرك كهربا ويعني دايما متابعينك وبالتوفيق ان شاء الله في الماتشات الجايه ونتابعك في ماتش سيون بقى باذن الله يوم الاحد. ربنا يخليك يا كابتن. اتفضل. الله يخليك كهربا. بشكرك شكرا جزيلا. كهربا نجم فريق نادي لوزيرن، ويعني نخنق منه حاجه كده بقى التيشيرت الاصفر جامد وهو راجع من سويسرا يجيب لنا التيشيرت الاصفر لفريق لوزيرن.